هنيئا أسود الأطلس الفوز جاءكم، على قمم شم رفعتم لواءكم، وفي زمن طالت هزائمنا به كتبتم على صفحاته اليوم لاءكم، وسرتم بنا للمشتهى بعد جوعنا، ولم تمنعوا عن ظامئ كل ماءكم. إنا أسود وحب الأرض يجمعنا، لا نحمل السوء لكن طبعنا الحذر، نحمي ديارا لأجداد بها قطنوا، سقاهم الحب والإخلاص والسهر، في القلب إخواننا في الشرق قاطبة، وبالمغاربة الأبطال نفتخر. مساءكم سعيد أيها الأصدقاء الكرام أينما كنتم. مقطع آخر عن ديوان قصائد الفخر. هذا الديوان الصادر حديثا هنا بمدينة أكادير، باشرت توزيعه للتو، ويضم بين ثناياه العديد من المشاركات من داخل المغرب ومن خارج المغرب، قصائد فصيحة جدا ثناء على إنجاز المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022. الفكرة أتت من كوني يعني مثلكم تابعت الزخم الإبداعي الكبير جدا من طرف أصدقائي الشعراء المغاربة والعرب حول المنتخب الوطني، فكلما كان المنتخب الوطني يؤدي دورا مبهرا ويفوز على إحدى المنتخبات القوية إلا و يعني كانت الأقلام تسيل إبداعا رقراقا وقصائد فصيحة ثناء على إنجاز هذا المنتخب الذي أبهر الجميع يعني جميع الأشخاص يعني في العالم. أحببت أن أقرأ أيضا من الديوان بعض المشاركات وأترك لكم يعني قراءة الباقي. إذن بالنسبة للتفاصيل الجزئية، قلنا أن الديوان كانت فكرته انطلقت الفكرة من يعني بداية كأس العالم، لكنها تبلورت بعد نهاية كأس العالم أيضا بتحفيز من بعض الأصدقاء العرب والمغاربة، ويعني تم تكوين لجنة يرأسها الدكتور الأردني سعيد يعقوب، أيضا معنا الشاعر الفصيح إبراهيم حسين، وبالتالي قررنا أن ننتقي من تلك المشاركات قصائد فصيحة منسوجة على البحور الخليجية. فدام الاشتغال على هذه القصائد يعني سنة تامة. أنتم تعلمون أن القصائد الفصيحة تتطلب يعني وقتا طويلا للتمحيص والمراجعة إلى غير ذلك. فكانت هذه النتيجة، هذا الديوان الرائع جدا والذي يتهافت اليوم عليه يعني الجميع يتهافتون عليه. فلا زالت هناك بعض النسخ، أتوفر على نسخ أخرى إضافية، لمن أراده فليتصل بي أو ليترك يعني رسالة أسفل هذا الشريط. إذن بالنسبة للقصائد، هنا لدي هذه القصيدة لطيفة تقني، إذا سأقرأ بعض يعني الأبيات. إنا أسود وحب الأرض يجمعنا، لا نحمل السوء لكن طبعنا الحذر، نحمي ديارا لأجداد بها قطنوا، سقاهم الحب والإخلاص والسهر، في القلب إخواننا في الشرق قاطبة، وبالمغاربة الأبطال نفتخر. إذن فقط بعض الأبيات. هنا عبد الله العفاقي الأنجري أو الفلاح من المغرب: بالرحمن نعتصم، الأسد تزأر والأفراح تجتمع، والنصر خلد في الميدان ينتزع، حي الشباب طموح دون ملل، والمحبنود ذوي الأمجاد ترتفع. الله، رائع جدا. قصائد أخرى هنا من طرف الشاعر الفصيح أظنه سعيد يعقوب. إذن نعم، سعيد يعقوب يقول: نزف التهاني للمغرب على ما تحقق من مكسب، لكل فتى مغرم بالعلا، وحر شريف حمي أبي، إلى آخر القصيدة. رائع جدا. هنا أيضا حيان مصطفى هبرة من سوريا يقول:
دنت من أهلها أرض المعالي، وباتت قاب قوسين اللآلي. ألا يا غرب قد شاهدت قومي، فحاذر أن تخوض ولا تبالي. هنا مقطع آخر للشاعر القس جوزيف إيليا يقول: هنيئا أسود الأطلس الفوز جاءكم، على قمم شم رفعتم لواءكم، وفي زمن طالت هزائمنا به، كتبتم على صفحاته اليوم لاءكم، وسرتم بنا للمشتهى بعد جوعنا، ولم تمنعوا عن ظامئ كل ماءكم. الله، رائع جدا. إذا أصدقائي الكرام، هذا هو الديوان كما تلاحظون. مرحبا بمن يرغب في هذا الديوان. تواصلوا معي عبر الخاص لأرسله لكم لأي مدينة. باشرت توزيعه، أرسلت لي مدن الدار البيضاء وأيضا أكادير. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.